صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين على الناس الكل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نهير ما شاء الله فيه مطيرة تبارك الله تبارك الله. حبيت نشارككم هكايا نهار كيفاش. اللهم أنعمت فزد مطر ما شاء الله خيرات من عند ربي. نعمة من عند ربي، إن شاء الله ربي يزيدنا وإن شاء الله ربي يبارك لنا في الخير اللي يعطيه لنا. المهم البنات لهنا جينا للدار باش نعملوا حويجة حلوة أول حاجة، ومن بعديكا باش نشارككم مع بعضنا هكا العشاش باش يكون، وباش نعملوا هكا روتين العادة والعوايد، أكل حركة متاع كل أم تونسية في دارها. إن شاء الله يعجبكم كيف العادة. البنات ما نحبش نسبقكم، الروسيت محليها متاع كاب كيك كيما شفتوا، هذه أول راهو استعمال للمول هذايا متاع الكيك هذايا، عجبني على الآخر. باهي حطيت كعبتين عظم، حطيت وحدة ساشيه متاع سكر فانيليا، كاس معبي هذاكا يهز 200 مليلتر حطيته كله بالسكر، حطيت معاه كاس ونص فرينة، وواحدة خميرة متاع جاتو، وبالطبيعة في بلاصة الزيت حطيت الزبدة. المرة ذي تنجموا تحطوا شطر كاس زيت وإلا تعملوا شطر كاس زبدة. الأكثر الروسيت هذي راهي متاع كمية صغيرة، على خاطر المول كيما تشوفوا فيه راهم الكعبات ظراف ماهمش كبار، ديجا بعديك تشوفوا في النتيجة الكعبات يجيو صغيرات هكا. اش نحكي لكم على البنة وعلى الهشاشة اللي يجي فيه، بنة 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 خاصة للصغار. بصراحة فكرة هايلة هايلة على الاخر للجوتي متاع كل يوم وكل، والا فطور صباح، والا من بعد تشوفوني باش نعمل قهيوه ونحط كعيبه هكا كاب كيك قدامي. والله حل تحفون على الاخر بالنسبه للناس اللي فدت وملت من حاجه اسمها جوتي وواقفه على العطار كل يوم. ونعرفوا نحن مأساة بصراحه هاك وقفه وتعطيله على العطار، وخاصه عاد حاجه كاشتي وماهيش صحيه ياسر، وحاجه متاع معناها حاجه ماهيش منصوح بها بالنسبه للصغار. وماكم تعرفوا يعملوا كالزيوت الماهيش باهيه، ويعملوا الجيليك، ويعملوا كلي برودوي اللي ماهمش باهيين جمله في اللي كيك هذوما. فواحد ماذا بيه يعمل حويجه هكا صحيه ونظيفه وعلى يديه في الدار. المهم هذوما كعيبات الكب كيك حضروا، والله يا البنات بنة بنة. هذه راهي الوصفة الاقتصادية، تنجموا تزيدوا فيها هكا رشة خفيفة متاع لوز، رشة متاع فستق، رشة متاع بوفريوة، تردوها أكثر عرفتوا قوية وأكثر فيها منافع. هذه بالزبدة وبالاي. وعلى فكره حطيت فيها شطر كيس حليب زاده. عطاو نكتب لكم الروسيت باش تبداو فاهمينها بالكدا بالكدا. هذوما الكعيبات نتاعي باش نزينهم بشويه شوكولاته. شوكولاته راني نذوبها طابعين شوكولاته نذوبهم مع 6 مغارف حليب. البنات المرة هذه راني ذوبت في الميكرووند، على هذا جاتني هكا ناشفة شوية ولا كيفاش، ما عادش نعاود نذوبها بصراحة في الميكرووند. هاكم تشوفوا هكا في الجلاساج ما جاتنيش هكا فيها لمعة وسيلة كيف ما مستانسة. اما الطريقة متاعها الاحسن انك تذوبها في الحليب ملول بالكل، ومن بعديك تزيدها مغيرفتين زيت نباتي تولي فيها لقة وتولي هابطة كيما الصوص. هنا باش نحللكم كعبة وشوفوها، راهي جات خفيفة وبنينة. اللي من أحباء مطعم القوم تاع الزبدة في الحاجة، راكم أكيد أكيد باش تحبوها على الآخر. النتيجة متاع الروسيت هذيا وباش تعجبكم باش توليو ديما تعملوها. والناس اللي ما تحبش ياسر القوم تاع الزبدة والقو هذاك القوي شوية، اعملوا زيت نباتي، اعملوا زيت زيتونة ميسالش راهو تجيكم زادة نفس التكستور بالضبط، ما تفرقش، جوست تفرق في المطعم شوية. المهم هذيك الصبحية حضرنا كعبات الكيك بطبيعته صباح نهار اثنين، وباش نصبحوا هكا باش ما نحيروش في الدبارة. هاك عملت حويجة للسهرية، وفرض مرة من الغدوة يهزوا حويجة للجوتي. بالنسبة للفطور شنو كان مقلي. أكيد تعرفوا اللي جاينا صيف بإذن الله، الأكلة المشهورة في تونس إنك الصحين المقلي كذاب، وإلا بالحوت، وإلا بالشوية إسكالوب، وإلا بالمرقاز، وإلا باللي تحبوا أنتم. حاجة مشتهية على الآخر ومحبوبة على الآخر، والتوانسة الكل نعشقوها. بالرغم هي بون خاطر الزيوت وكل ماهيش صحية برشا، أما نحن نحبوها الحق. في الصيف أنا المقلي نعملو برشا مرات، ما فماش نعملو مرة في الجمعة هذيك لازم نعمل مقلي. وجرات العادة انه واحد ما ينجمش يعملوا سيريام، خاطر سيريام ما شاء الله العائلة تبدا ماهيش في الدار الكل. كيف عندك الاكله متاع المقلي والكسكسي، حاجتين ما نجموش نعملوهم في سير الايام على خاطر يتاكلوا سخان.
عندك المقلي هذا والا الكسكسي. على هذا تراوني يا نعمل مقلي يا نعمل كسكسي يا نعمل الحاجات هذوما نتاع اللمه ونتاع العائله، وان شاء الله ربي ديما ملمومين، وان شاء الله ديما العائله دايره بينا، وان شاء الله نبداو كلنا في صحتنا وفي خيار الخير يا ربي. على فكره نقول لكم يعيشكم ويعطيكم الصحه وربي يبارك لكم فيما تعملوا، فيما يجيكم، وفي صغيراتكم وفي صحتكم الناس الكل. فما كلام ياسر مزيان وفما قلوب ياسر محلاها، وعلى هذا نقول لكم يعطيكم الصحة ولكم بالمثل. الناس اللي تدعي لي بالخير، الناس اللي تحب لي الخير، الناس اللي يكتبوا لي كلمة طيبة يطيبوا لي بها خاطري ويفرحوني، صدقوني ساعات نبدأ في أسوأ حالاتي. عرفتوا كل واحد يبدأ نفسيته ماهيش هي. عرفتوا فك اللحظة هذيك متاع يبدا واحد ماهوش قد بعضه ويبدا هكا شوية وممكن حتى يبكي، يبدا بالحق نفسيته على الاخر على الاخر، ويجيه كومنتير مزيان فيه دعوة خير والا فيه شكر والا فيه هكا كلمة متاع محبة، يا مريم رانا نحبوك، يا مريم فينك، يا مريم نسأل عليك، فينك ما طليتش اليوم ولا فينك غايبة، والا كل كلام معناها حلو وباهي ويشجع هكا ويخليك تفرح والكل. صدقوني يهزني من بلاصة لبلاصة أخرى، يهزني مك الوضعية الخايبة اللي أنا كنت فيها، الحالة الخايبة اللي أنا كنت فيها، نبدأ مانيش فرحانة برشا ولا متغششة ولا اللي هو، ويبعدني جملة على المود هذاك وندخل في هكا في رضا على النفس، في الإحساس هذاك المزيان اللي محلاه تحس روحك أنت تفيد في الناس، حتى ولو تحط لهم هكا ترسم لهم تبسيمة على وجوههم، تونسهم في غربتهم، فما ناس في غربة، تونسهم في وحدتهم، فما ناس وحيدة في حياتها، راهو مش كيما نحنا نراو في رواحنا في وسط عائلة، فما غيري ماهوش في وسط عائلة، فما غيرنا زاده ماهوش فرحان ياسر في اللحظة هذيك وماهوش في لحظة سعادة، عنده حاجة معناها فترة في حياته قاعد يمر بها ماهيش واو برشا، ماهيش باهية برشا. أكل عرفتوا كي تونسوا انت في اللحظة هذيك، كي انت تقولوا كلمة حلوة كيف ما انتوما مفعولكم عليا، او فوالا هاي الفكرة نحب نوصلها لكم، كيما انتوما مفعولكم محلاه ومزينوا عليا وقداش يبدل لي الجو متاعي 100%. انتوما كيف كيف فما شكون يتفرج فيك تحرك وتتكلم وعندك طاقة في صوتك وعندك طاقة في حركتك، توصل له الطاقة هذيك، توصل له بشوية بشوية لي زونت بوزيتيف، أكيد باش يوصلوه. نقول لكم إن شاء الله ربي يدومكم في حياتي، وإن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يفضلكم، وعلى قد ما نشكركم وباقي شوية. المهم لهنا هكا حطيت هكا زوز هكايا مقلاتات باش نعمل المقلي متاعي، قصيت الساعة الفريت وحطيته تقلي، عملت هكايا البطاطا معناها عملتها فريت، وعملت المقلة الثانية عملت فيها صوص، كثرت فيها البصل والثوم برشتهم هكا كلي ريحيتهم على الاخر، سيبوا ماء وبنة، عملوا صوص بنينة على الاخر على الاخر على الاخر. زيت زيتونه، بصل، ثوم والطماطم، قليتهم بالكدا زدت عليهم شويه تابل وشويه شويه فلفل زينه هكا حسب ما نفكروا، شويه كركم، جات بنينه ما نحكي لكمش، حتى الاولاد مش مستانسين ياكلوها، المره هذه عجبتهم وشيخوا عليها كلاو منها بالكدا. الفريت عاد هذاك قصة حب لا تنتهي، قصة عشق لا تنتهي للكبار وللصغار، أنا واحدة من الناس للعمر هذا بالحق بصفة غريبة نموت على الفريت. الفريت شفتوا نمشي حتى ريستوران باش نهبط ساندويتش ولا مقلوب ولا بيتزا ولا حاجة، الفريت هذاك لازم، شفتوا ساندويتش ما فيهوش فريت ولا الفريت ما عجبنيش ما نحسش روحي كليتو ساندويتش وما نتبننوش اصلا. بالله اللي كيفي تحط في الكومنتير على فكرة. وولادي طلعوا لي هاكم ماشيين جايين ياكلوا في الفريت، وانا نقول خليهم، هو اتي انا كبيره ونحب وناكل منه ونبدا هكا ناكل بالكعبه ساعات، يا خليهما بون الكبير يصبر معناها ما يشد روحه، اما الصغير الله غالب ماكم تعرفوا حاجه اقوى منه الفريت. المهم تصوروا انتوما خاطر راجلي من نوع ما ياكلش ياسر المقلي والكل، كي نخرجوا ناكلوا حاجه لبرا اكل الفريت نتاعو نقولوا ليه ما تقولش معناها للسيرفور ما تجيبليش فريت في البلان نتاعي، ولا ما تجيبليش فريت مع البيتزا نتاعي، ولا ما تجيبليش فريت مع الساندويتش نتاعي، نقولوا ليه يا ولدي جيب خليه يجيب لك وش عليك نحن نقوموا بالمهمه. المهم لهنا عندي ترونشيت نتاع طن فوحتهم شويه كمون وشويه ملح، تعرفوني ما فوحش ياسر الحوت وهذاك هو يزي فيه البركه.
لهنا سايي السلاطة متاعي حضرت، قسيت سلايطة هكا صيفي في الكبير الكل هكا رونديلات رونديلات بصل، الطماطم والفقوس، ملحت عملت عصيرة قارص وهكا وشوية شوية نعناع شايح تو تشوفوني باش نحطو في اللخر، وهكا هاو هنا الصوصية حاضرة، الفريت حاضر كان خلاوه الأولاد بالطبيعة ماشيين جايين عليه، والطرونشات سايي متاع الطن قليتهم، هي ما شاء الله كعبة طن كبيرة قسمتها على مرتين خاطر الأولاد راهم مش من أحباء الحومات والحوت، الله غالب أولادي إن شاء الله إن شاء الله كي يكبروا يوليو ياكلوهم وهكا هاو. المهم لهنا صايي عملت هكا رشة ال النعناع الشايح، وهكا هو هنا فطور خفيف ظريف بنين، هنا نزرب روحت من دارنا عملت الفطير هذاك خفيف، ولهنا هكا هو عقاب عشية. بديت نرجع فك الماعون وعندي معون آخر ما نحكي لكمش قديش منود باش نغسله معاكم ونرجع كل شيء لبلاصتو زادة، وباش ندور على كل بلان دو ترافاي باش ندور نلم الدنيا الكل باش نحاول نعمل معاكم لمة، وهاكا منها فرد مرة نشجعكم ونحفزكم تعملوا حويجة هكا، خاصة المرأة اللي تروح من الخدمة تبدا مزروبة، أعطيها هكا تلم الدنيا وتركح الدنيا الكل فرد مرة وترتاح على كل شيء في بلاصتو، وبعديك تشد بلايصتها عاد. على ذكر الخدمة والروتين اليومي والكل، باش نسألكم على الامتحانات شنو جوكم وشنو عاملين مع الصغار، ان شاء الله ربي ينجحهم. انا والله ما نكذبش عليكم، مضغوطه على الاخر الايامات، جاب ربي ياك النوع اللي انا وراجلي متفاهمين مع الصغار هاكا، مقسمين شويه شويه بيناتنا، كل مره واحد فينا ياخذ المراجعه، ياخذ يراجع حاجه الواحد من الاولاد، اما الاكثر الشارج نتاع القرايه والمراجعه كما قلت لكم الحق هو اللي هازز الحمل نتاع الحكايه هذيا، والله ان شاء الله ربي يبارك له، منقص عليا على الاخر الشارج هذا، وانا هاكم تشوفوا ندخل ديريكت هاكا نعمل لهم فم، ننظف الدنيا، نعمل دوره في الدار، ما نخليهمش ناقصين حاجه، نعمل لهم في شهواتهم. والله يا البنات كان جيت نصور معاكم في لي روسيت اللي قاعده نعمل فيهم الايامات، ممكن برشا حتى نوصل نعمل لكم فيديو الصباح وفيديو العشيه، خاطر كل يوم نعمل تقريبا بالحاجتين بالشهوتين، نهار الصباح يحبوا ملاوي، العشيه يحبوا الحاجه اللي معناها الحلوه، يحبوا مثلا الكريمه، يحبوا الحاجات هذوكم، مرة يحبوا شوكولا شو، مرة يحبوا، وأنا ناخذ بخاطرهم الحق ونعمل لهم، أما الحق نبدأ مزروبة حاجات نخلط نصور هاكا نصور حاجات ما نخلطش، سامحوني الله غالب، ضغط الوقت هذا بالذات خاطر وقت امتحانات، هاكا تعذروني، أما إن شاء الله إن شاء الله جاية الأيامات واللي روسيت ما همش هاربين، هاكا اليوم شاركت معاكم الكاب كيك، والله بنا جاي يشرح، وهاكا كل مرة نعملوا حويجة مع بعضنا، وانا الاكثر الحق نركز على الحاجه اللي ما عملتهاش قبل معاكم ونعملها، اما كي تبدا حاجه عملتها قبل معاكم مره واثنين وثلاثه نقول هذيك انا ندخلها في وسط الروتين العادي، ما نحطيش معناها روسيت وحدها ونعطيها وقت ونخصص لها وقت ونشرحها، خاصة الملاوي الخبز في الكوشة، المقلوب الحاجات هذوكم الحق عملتهم برشا مرات، الكيك العادي نعمله برشا مرات معاكم، وكي نعمل هكا حاجة سبيسيال أكيد باش نجربها معاكم، يا أول مرة يا مثلا نعملها وتنجح لي ونعملها معاكم وهكاك. المهم البنات لهنا سايي هاكا واحدة مع بعضنا، كملنا كل معون سايي باش نحاول نكمل نشللو ونحطو، وهكا هاو بالنسبة لي أنا الوقفة متاع الكوجينة ارتحت منها، نمشي آخر حاجة نعمل قيوة ونبدل حويجاتي، نحي عليا كسبادري، والله القضية بالسبادري تفرهدني على الاخر، نحس روحي خفيفة، وخاصة كي نبدا مضغوطة بالوقت ولازمني نزرب، نقول خلي سبادري كيكا في ساقية باش في ساعة كل شيء نقضيه وانا خفيفة، نحس روحي مانيش نكركر في شلاكة في ساقي، خاطر الشلاكة نحسها ترزني كي نبدا نتحرك. كملت اخر يد الحق، عملت مسحة باهية للكوجينة، ونعمل هكايا قهيوة ونشد بلايصتي كهو وقت الراحة وقتها. بالله البنات قبل ما ننسى نحب نشكركم بالطبيعة الناس الكل اللي هنيتوني بعيد الأم، نقول لكم إن شاء الله ربي يفضلكم، وإن شاء الله ربي يفضلكم أماتكم الكل مرة أخرى، ونقول لكم الناس اللي توفيت أماتهم إن شاء الله ربي يرحمهم، وإن شاء الله عيدهم في الجنة أحلى وأحلى. وبالنسبة للملاحظة اللي جاتني هذيك بالحق
حسيتها على الآخر. اللي قالت لي: مريم أنتِ عيّطتِ على أمك وعيّطتِ على الأمهات الكل، إيش بيك نسيتِ حماتك؟ مش مستانسة معناها تنسى حماتك. شوفوا، في ظروف التسجيل متاع الصوت راهو ساعات نبدا لاهية، وإلا ساعات نبدا مانيش مركزة برشا وكم الفو، الكلام اللي باش يخرج يخرج وكا هو. أما بالطبيعة حماتي راني صحيح ما مشيتلهاش خاطر الدنيا بعيدة وما نجموش نمشيو الكل، جوست مشيت لدارنا جوست خاطرها قريبة وكا هو. المبدأ متاع الأقرب مشينا للأقرب وكا هو. أما كان جات حماتي في تونس هنا بحذانا أكيد راني مثلا الصباح مشيت لأمي والعشية كملتها عند حماتي، ولا العكس الصباح عند حماتي والعشية نمشي لأمي. هذاك نهار عيد الأم بالطبيعة باش نعيد على ميمتي هذيك اللي جابتني، وربي إن شاء الله يفضلها لنا تاج على روسنا، ونعيد كيف على حماتي الإنسانة اللي جابت الراجل اللي أنا تزوجته وجابت الإنسان اللي أنا ربطت به حياتي، والإنسان اللي فرحانة معاه في حياتي ونكمل معاه في حياتي. أكيد ما نكون كان نحبها ونقدرها برشا، وبالحق عندها بلاصة ومعزة كبيرة 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 في قلبي. وبالحق أنا عندي لها حب من محبة أمي بالضبط. فما إحساس متاع أمومة نحسه من ناحيتها، نحس معناها اللي هي بالحق في مواقع هكايا نحسها بالحق الأم الحنينة. بالحق ربي يفضلها وربي يبارك لها، وبالطبيعة نعيد عليها ونهنيها بعيد الأم ونقول لها قلتها لها بالطبيعة أنا في الدنيا، ونزيد نقولها مرة أخرى، نقول لها إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير، وإن شاء الله ربي يفضلك لينا، وإن شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وفي عمرك. هاكا باش نوازن وباش نعطي لكل حد حقه كيف ما في الدنيا. عندي معزة ليهم أكيد باش نحكي عليهم، على خاطر أنا مادامكم عايشين معايا الحياة كيف ما هي، ومادامني نبارتاجي معاكم نهاري كيف ما هو، أكيد باش نحكي لكم على الحاجات اللي نحسهم والناس اللي نحبهم، أكيد باش نحكي عليهم ونجبد عليهم، كيف ما متأثرة بأمي، كيف ما متأثرة بحماتي، كيف ما متأثرة بأخواتي اللي نحبهم. أكيد باش تراوني نحكي عليهم، وأكيد باش تراوني ديما يا نعمل معهم روتينات كي نتقابلوا، يا نخرجوا البلايصة، يا تلقاونا نعملوا حاجة نصوروها مع بعضنا وهكاك. على فكرة الفيديو متاع البارح حسيته ملقاش حظه، ماشي ويزيد هو الحق، ماشي ويزيد يتشاف، وماشي ويزيد يعجب الناس أكثر وأكثر. أما أنا هوكا من هنا نزيد نعمل له بيب أخرى، نقول لكم راهو والله يا البنات محلاه وفيه هكايا روسيت متاع العصبان التونسي، فيه نهير متاع عيد الأم، شنو هدينا لأمي، كيفاش كان النهار وكيفاش عديناه مع بعضاتنا الكل. ما تفلتوهوش، يهبل ومحلاه. أنا واحدة من الناس أعجبني وقديش ظهر لي بسيط وكله هكا محبة وإحساس خالص، عرفتوا، محبة من القلب للقلب. البنات لهنا صايي كملنا كل حوسة، كملت القمقم اللي كنت غاطسة فيه صايي، الدعسة هذيك كملتها كلها، وجيت لهنا عملت هكا قهيوة حليب وخذيت كعيبة هكايا كيك باش نقعد هكا ونشد بلايستي. لهنا تقريبا الفيديو متاعنا وفيه، نقول لكم نحبكم برشا، راكم في القلب، نتقابلوا بإذن الله في فيديو جديد.